تحية لكم متابعينا أصدقائنا وين ما كنتوا عم تتابعونا، بحييكم أجمل تحية. اليوم معي صديقي العزيز المحجوب الزاكي. صباح الخير محجوب. صباح الأنوار أستاذ عمر، أهلا وسهلا بجميع متابعيك وعشاق السوشيال ميديا في هذا الصباح الجميل والرائع. اليوم طبعا راح نحكي بشكل سريع جدا جدا يعني عن مباراة دبا الحصن اللي راح يكون في ضيافة نادي العين يوم الجمعة. نعم أستاذ عمر، هذه المباراة في إطار الدوري المحترفين. دبا الحصن نظيره مباراة قوية جدا أمام فريق العين. العين كذلك لديه استحقاقات كبيرة. من يومين كان قد لعب مع فريق الهلال في مباراة كبيرة جدا لاحظنا فيها 9 أهداف في دوري أبطال آسيا. بعد ذلك الثلاثاء القادم أي يوم 29 سيواجه فريق الأهلي المصري، فمن المنتظر أن نرى الفريق الثاني لفريق العين 90% تغييرات كبيرة جدا سيواجه بها فريق دبا الحصن. نتمنى من فريقنا أن يستغل هذا الموقف في غياب النجوم الكبار لفريق العين ويعود بنتيجة إيجابية إن شاء الله. أتوقع أن تكون مباراة الجمعة التي تجمع دبا الحصن والعين مباراة مثيرة في مجرياتها. نعم. وأتوقع أيضا أن يقدم فريق دبا الحصن لمسات جميلة جدا وأن تكون نتيجة إيجابية للفريق الحصناوي إن شاء الله، نتمنى ذلك. كل الظروف خصوصا المباراة الماضية الفريق قدم مستوى جيد أمام شباب الأهلي، وإن شاء الله بحول الله متفائلين في هذه المباراة كذلك أمام فريق العين. شكرا زميل محجوب، ولكم أجمل تحية مني. أنا عمر شريقي.